النهارده هقولك على سر جديد من اسرار اساطير اللعبه، والسر ده عن الاسطوره ارنولد، وبالاخص عن الشكل والحجم العضلي الكبير لعضله الشيست عنده. فاعمل لايك وركز معايا كويس. لما ارنولد اتسال في الموضوع ده قال انه من اول ما بدا يتمرن كان بيركز اكتر على تمارين معينه للصدر، زي تمرين البار الفلات، واللي كان بيشوف انه التمرين الافضل لزياده القوه العضليه لانه تمرين كومباوند. وكان بيركز برضه على تمرين البار العالي بثلاث مستويات مختلفه، يعني كان بيلعب على اول ثلاث مستويات بعد الفلات. لكن اكتر تمرين كان بيحبه بجد هو تمرين التفتيح بالدمبل. التمرين ده بالذات ارنولد قال عنه بالنص كده انه بيدي نمو كامل لعضله الصدر، وانه من كتر ما كان بيفتح ايده وهو بيلعب كان بيحس ان كوعه هيلمس الارض. لكن طبعا دي مبالغه، غرضها التعبير عن الاستطاله العضليه اللي بيعملها وهو بيلعب التمرين ده. طبعا انت هتقولي دلوقتي طب ما انا بلعب التمارين دي يا كابتنه بقالي سنين ومفيش تطور زي ما انا عايز. هقولك التمرين ما كانش التركايه او السر الوحيد في الحكايه. ارنولد كان بيطبق مصطلح مشهور في اللعبه وليه اكتر من مسمى، لكن الشائع بتاعه هو صدم العضله. وفهمنا الكلام ده وقال انه بدا ما يبدا اول مجموعه ب 135 باوند، بعدها 225 باوند، بعدها اخر مجموعه ب 275 باوند هيصدم العضله. وقال حرفيا انه هيفاجئها ويبدا ب 315 باوند، وكمان ممكن يعمل 20 تكرار بيهم. والمبدا ده تقدر تطبقه على كل عضلات الجسم مش بس على الشيست. وبصراحه تتفق او تختلف مع نظام ارنولد، لكن في الاخر دي مدارس والعلم بيتطور كل يوم، وفي جهات كتير جدا ومنظمات مسؤولة بالابحاث والدراسات انها توصل كل يوم لمعلومة جديدة في اللعبة. وكده كده مفيش حد عارف كل حاجة، بس خليك عارف انك لو عملت فولو او سبسكرايب على حسب ما بتشوفني فين انت اكيد هتستفيد. سلام.